السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو ديالي في أحسن الأحوال إن شاء الله. وصفة اليوم كريمية بامتياز، تيراميسو بمذاق القهوة بدون فرن، كيجي أكثر من رائع مع واحد الكريمة اللي كتذوب في الفم، مع جميع أسرار النجاح ديال هاد التيراميسو من أول تجربة، ويجيكم أحسن من اللي كتاكلوه من على برا. ما غاديش نطول عليكم بزاف وغادي نبداو على بركة الله. وكيف ما كنقول لكم دائما ما تنسونيش تعاليقكم الزوينة اللي كتفرح القلب ديالي، واللي ما مشتركش يضغط على زر الاشتراك باش هكايا يوصلكم الجديد ديالي. اول حاجه غادي نبداو بها هو نصاوبوا القهوه اللي غادي نفزقوا بها لي بودوار ديالنا، ومن الاحسن ان القهوه تكون نوعيه جيده. هذا هو السر اللي كيخلي هذوك لي بودوار كيتشربوا لنا داك المذاق ديال القهوه، وتتعطينا مذاق مغاير، وكيجيكم واحد المذاق مغاير من بلاصه لبلاصه. القهوه هي السر ديال النجاح ديال هاد التيراميسو هذا. انا هنايا استعملت هاد الكوكوط هادي العاديه، حتى نستعملها حيت كاينين الناس اللي ما كيكونش عندهم دوك لي كابسول وداك الشيء، يعني يمكن لكم تستعملوا غير هادي، ولكن تستعملوا قهوة نوعية جيدة. صافي هنايا عندي 500 غرام ديال أي جبن كريمي يكون عندكم، غير هو من الأحسن يكون نوعية جيدة. إلا كان متوفر، ما كانش متوفر استعملوا هذا اللي استعملت أنايا. درت هنايا تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي. هنايا التحلية كتبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي وزدت واحد ساشي ديال فلان كراميل، هذا غير باش كيعطيني داك اللون ديال الكراميل. صافي وزدت واحد ربع كاس ديال القهوة اللي بطبيعة الحال خاصها تكون باردة البنات، حتى كتبرد لكم تمامًا عاد كيمكن لكم تزيدوها على الكريمة ديالكم. صافي كنبقاو نطلّعوا في هاد الكريمة هادي حتى كيذوب لينا داك الجبن تمامًا، وما كيبقاوش فيه دوك التكتلات. عاد ديك الساعة هانتوما كيف ما شفتوا كنبقى نشوف ونتأكد بأنه ما بقاوش فيه دوك التكتلات، وكنخليه على جانب. وكناخد بول آخر اللي كندير فيه تقريبًا واحد 750 غرام ديال القشطة الطرية. من الأحسن حتى هي تكون نوعية جيدة، إلا ما كانت متوفرة استعملوا غير هذه اللي كتكون في السوق. كيف ما كنقول لكم الجبن والكريمة هما اللي كيلعبوا دور كبير بأنه هاد التحلية هادي تعطيكم مذاق رائع وتجيكم كريمية. صافي هنايا كنطلّعها مزيان، ما كنطلّعوهاش حتى كتعقد البنات، حيت ملي كنزيدوا ليها الجبن ما غاديش نقدروا نتحكموا في التقوليه ديالها. كنطلّعوها غير بحال هكا كيف ما شفتوا، كتبقى خفيفة واحد شوية، باش ملي كنبقاو نزيدوا الجبن بشوية بشوية كتعطينا قوام اللي كريمي، تعطينا الطُّعم في الخدمة ديالها. صافي كنبقاو نزيدو واحد شوية غير شوية هكايا على داك الجبن، وكنخلطوه وكنحاولوا ندخلوه مزيان في داك الجبن، ما يبقاوش عندنا التكتلات كيف ما قلت لكم. وعاد ديك الساعة كنزيدو الكمية اللي بقات لينا على الكريمة ديالنا، باش كنطربوا الكل حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. أنا هنايا اعتمدت نبدّل البول حيت جاني صغيور. الكريمة تبارك الله راه كتعطيكم هذا الطُّعم، وشفتوا كيفاش كتجي كريمية، كيجي القوام ديالها رائع والمذاق ديالها يا سلام مع ديك القهوة اللي كتكون معصرة. كتجي مغايرة، ما ديروش النسكافيه البنات، كنأكد عليها ما كتعطيكمش مذاق زوين نهائيًا. من الأحسن أن القهوة كيف ما قلت لكم يكون المذاق ديالها زوين. صافي هنايا وتكون الجودة ديالها كيف ما قلت لكم مزيانة. صافي هنايا كناخد هاد المول هذا ديال لي تيراميسو، إلا ما كانش عندكم يمكن لكم تستعملوا غير دوك لي مول العاديين طوال ديال الزاج. صافي وكندير هادوك لي بودوار ديالي كنفزكهم 2 خطرات في القهوة، والقهوة ضروري خاصها تكون باردة مزيان البنات. وعاد ديك الساعة كنبقاو نصفوهم بالطريقة اللي شفتوا في الفيديو. صافي وكندير ديك الكريمة كديروها في هكايا في ساشي، أولا تكبوها نيشان وديروا واحد المعلقة، وحاولوا أنكم تساويو الجوانب باش يجيكم الشكل ديال التيراميسو ديالكم في التقطاع يكون زوين. صافي هنايا كندير الطبقة الثانية من البسكويت. يمكن لكم هاد البودوار البنات راه كيتباع الثمن ديالهم رخيص، يمكن لكم طيبوهم في الدار، غير هو ماشي كلشي كينجح ليهم حيت على حساب الفران اللي عندكم. صافي نديروا الطبقة الثانية من الكريمة من الفوق، وكنحاولوا هاد الطبقة هادي تكون سميكة، وأننا نساويوها مزيان وتجينا مبسّطة من الفوق، حيت هي اللي غادي نديرو عليها التزيين. صافي كنبقاو بهاد الطريقة هادي كيف ما شفتوا كنكملوا اللي بقى لينا من الكريمة. أنا المول راه كبير عندي البنات، هاد الكمية ديال الكريمة اللي عطيتكم ديال هاد المول الكبير. ما كان عندكم مول صغير يمكن لكم ديروا غير 250 غرام ديال الجبن، وتنقصوا كمية ديال الكريمة.
صافي كنبقاو بشوية، بشوية كنقادو بهاد المعلقة فحال هكايا، من بعد كنقاد هاد الspatula بهاد الشكل هذا حتى كيتقاد لينا الوجه تمامًا ديال هذا ديالنا، وكنخليوها على الأقل 3 ديال السوايع في التلاجة حتى كتبرد لينا، وقبل ما نقدموها كنديروها واحد ربع ساعة في الcongélateur باش ملي كنبغيو نقطعوها كتعطينا الطُعم ما كتفرتتش لينا. هنايا كندير واحد شوية ديال السكر ثقيل من الفوق، علاش هاد السكر الثقيل كنديرو من الفوق؟ باش كيحيد لينا ديك الرطوبة اللي كتكون من الفوق، ملي كنديرو الكاكاو ما كيدوبش لينا، و en même temps على حساب داك الكاكاو حيت كندير الكاكاو مُر، باش كيبقى ليكم المذاق ديالها ما كيجيش مار بزاف. صافي ها نتوما بعد ما بردات ليا البنات كنقطعها بهذا الشكل هذا، كتعطينا تقريبًا واحد 6 أولا 7 ديال لي مورسو على حساب نتوما السمك اللي بغيتو. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي المنظر ديالها كتجي رائعة البنات، خليوها تبرد وعطيوها الخطر، راه كيجي المذاق ديالها أكثر من رائع، وكيف ما قلت لكم القهوة هي اللي كتلعب دور في النجاح ديال هاد التيراميسو هذا. صافي كنقدموه بهاد الطريقة هادي، يمكن لكم تحتفظوا به مدة في الثلاجة ما كيطرى ليه حتى شي حاجة، وكنقدموه بهاد الطريقة وبالصحة والراحة. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساونيش كيف ما كنقول لكم دائمًا في تعاليقكم الزوينة اللي كتفرح القلب ديالي، وكتخليني نعطي أحسن ما عندي.